اعلانات اعلانات اعلانات، يعني ايه؟ يعني طول ما انا قاعده كل شويه يجيلي على الفيسبوك اعلان. طول ما انا قاعده كده عن الزبده دي، سمنه بلدي 100% او زبده بلدي 100%. طيب، انا عايزه اقول لكم بقى ان انا اشتريت الكيس ده قبل ما اشوف الاعلانات دي. كنت جايبه كيلو من 15 يوم تقريبا، وكنت سايباه في الفريزر. رحت اشتري سمنه بلدي، لقيتها خلصانه. الكيلو بكام؟ طب دلوقتي قال لي ب 300، وفي ب 320، وفي بقري وفي جاموسي. طيب، قال لي هي خلصانه حاليا، بس انا عندي نوع بقى زبده بلدي تحفه وجميل جدا. قام مديني الكيس اللي انتوا شايفينه ده، وقال لي ده الوزن بتاع كيلو. طيب ده سعره كام؟ 175 جنيه. طبعا انا استغربت من السعر، قلت له ازاي البلدي ب 300 وده ب 175؟ اكيد دي مش بلدي 100%. قال لي لا دي بلدي 100%، بس دي مزارع. قلت له طبعا هاخدها واجربها. زي ما احنا شايفين كده، ده كيلو مش هيفرق معايا يعني. عكس ما تكوني جايبه كميه وبعدين ايه تطلع مش حلوه، بتبقى مشكله كبيره. المهم انا بقرا بقى المكونات اللي مكتوب على الظهر بتاع الكيس. لقيت مكتوب ان ده سمنه. ده اللي انا فهمته من الكلام اللي مكتوب، سمنه بقري على سمنه جاموسي، يعني بمعنى اصح مخلطه ميكس بين الجاموسي والبقري. انا فهمت كده، مش عارفه بقى اذا كان ده فعلا صح ولا لا. فقلت بقى ايه، النهارده ان شاء الله هفتحها كده معاكم وهعملها اسيحها الكيلو ده، وهعمل بيه شويه قراقيش على قد الكيلو كده، واشوف السمنه دي زي ما بيقولوا سمنه بلدي ورخيصه علشان مزارع، ولا ده نصب وخلاص واي كلام. زي ما احنا شايفين كده الكيس عليه الQR بتاعها، وكمان عليه ارقام التليفونات، وعليه الفيسبوك علشان اللي عايز يطلب منها. هنسمي بسم الله بقى كده، وهنفتح الاول الكيس مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا ده مش اعلان علشان الزبده دي زي ما هم بيعملين كده عليها اعلانات كتيره، لا. ده كيلو انا كنت شارياه وهجربه بناء على الاعلانات اللي انا اتفرجت عليها، وكل شويه تقابلني. معرفش بقت تطلع لي من بعد ما اشتريت كيس السمنه ده او كيس الزبده ده، وكل شويه طول ما انا قاعده على الفيسبوك يجيلي شيفات جايبين عرض لنفس الزبده دي. ده الشكل بتاعها كده. بقى هجيب حله، يعني تحس ان هي مش بيضه ولا صفرة، هي ممكن تكون فعلا زي ما انا قلت لكم مخلطه ميكس بين الاتنين. اهي هجيب بقى حله على قدها، بس انا كنت احطها في الفريزر يا دوبك مطلعاها بقى حاجه بسيطه، عشان كده مجمده قوي. بسم الله. هحطها بقى في الحله واسيبها ايه على النار تسيح علشان اعرف. بصراحه يعني من البدايه كده انا دقت حته صغيره كده من الكيس، مش ما عجبتنيش حقيقي يعني. بس برضو ايه، هنشوف برضو ايه. لا انا حاسه ان انا اتضحك عليا بجد يعني. عموما انا هحطها على النار تسيح، عشان انا دلوقتي حالا مصدومه. هحطها على النار وبعدين ايه. لا طعمها مش عارفه، طعمها غريب قوي بصراحه، غريب جدا. انا هحطها على النار بقى، يمكن علشان انا كنت شايلاها في الفريزر ومجمده، مش عارفه. انا هحطها على النار بقى، ولما تسيح هرجع لكم تاني عشان ايه اشوفها بعد ما تسيح ايه اللي هيحصل لها. كده بدأت السمنه تسيح او الزبده البلدي زي ما بيقولوا. انا عايزه اقول لكم ان انا مش شامه ريحه بصراحه. انا متعوده دايما ان السمنه البلدي لما تيجي تسيحيها الزبده البلدي، ريحه الشقه كلها بتبقى ريحتها زبده بلدي حقيقي يعني. لكن دي بصراحه انا مش عارفه، ملهاش ريحه خالص، معرفش ايه السبب. وغير كده كمان هي بصراحه دلعه قوي قوي. انا ما حطيتش عليها ملح طبعا، لان انا قلت لكم انا هعمل قرقيش، فانا هسيحها اعمل شويه قرقيش على قدها كده. بس فعلا انا مش هجيبها تاني بصراحه يعني. يعني الرغوه اللي على الوش دي بصراحه ما يغركوش الشكل بتاعها. ما تعرفوش بقى دي فعلا مزارع فعلا وهم بياكلوها اعلاف، عشان كده طعم السمنه بتاعتها كده، ولا دي سمنه بلدي ومخلطه على سمنه مثلا نباتي وبيبيعوها على انها زبده. بصراحه انا مش عارفه، طعمها صعب قوي. ومش عارفه كمان ازاي الشيفات اللي هم يعني شيفات كبيره وما شاء الله لهم مشاهدين كتير جدا، ويعملوا اعلانات لاي نوع زبده يجيلهم من غير ما يجربوها. يعني المفروض اللي يجيله حتى كرتونه هديه يفتحها ويطلع منها كيس ويسيحه قبل ما يعمل الاعلان.
مش ان انا اخد مثلا يجيلي كرتونه هديه واخد فلوس اقوم رايحه عامله الاعلان، ومش مهم بقى دي يجي واحده بقى بتتفرج عليا بتثق فيا تقوم رايحه جايبه الكرتونه تقوم متدبسه التدبيسه السودا دي. يعني بدل انا عندي بصراحه اشتري 3 كيلو من السمنه الفلاحي احسن ما اشتري 6 كيلو من السمنه دي او حتى 10 كيلو منها حقيقي. بصراحه يا جماعه وحشه جدا جدا جدا، ده رايي الشخصي. ولو انتوا حابين تجربوها برضو ما تجيبوش اكتر من كيلو تجربوه، علشان ما يحصلكوش زي ما انا الحمد لله الحمد لله انا برضو جبت كيلو واحد. مش هعمل ومش هجيبه تاني بصراحه، انا هعمل بهم شويه قراقيش وخلاص. وبكده يا جماعه وصلت معاكم نهايه الحلقه، يا رب اكون افدتكم يعني اتمنى. ويا ريت لو عجبكم الفيديو تعملوا لايك وشير، ولو اول مره تشوفوا القناه يا ريت تعملوا اشتراك وتفعلوا علامه الجرس علشان يوصلكم كل الفيديوهات. عايزه اقول لكم بجد انا مصدومه 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 حقيقي، يعني متضايقه جدا منها. يعني الاعلانات اللي انا بشوفها على النت كل شويه تقابلني دي ادتني ايحاء تاني خالص حقيقي يعني. فحتى بصوا كيس السمنه ده عليه الكيو ار وعليه ارقام التليفونات وعليه كمان الفيسبوك، عشان ما حدش يقول ان دي مغشوشه او دي حد تاني. لا هي دي لو مغشوشه او تقليد هم مش هيحطوا ارقام التليفونات بتاعتهم ولا الفيسبوك بتاعهم ولا الكيو ار. يلا اشوفكم ان شاء الله على خير في حلقه تانية تكون احسن من كده.